أول ما النور اتقطع أنا جريت بره من الخوف وما كنتش مركزة. فضلت مستنية الليل بفارغ الصبر عشان أروح تمارين ولادي وأحكي لصحابي اللي حصل من منار وجوزها. وأول ما جه الليل رحت لصحابي وبدأت أحكي لهم. اتصدمت لما قالولي مستحيل، احنا شفناها امبارح هي وجوزها عادي، أكيد كان متهيألك. بعد ساعة وأنا لسه بحكي فجأة لقيت منار داخلة علينا، سلمت على الكل عادي ولسه بتسلم عليا. أنا زعقت في وشها، انتوا مين وليه بتعملوا كده؟ انتي مش إنسانة، انتي شبح. الكل حاول يهديني ومنار قعدت على الكرسي تعيط والناس كلها حوالينها. ولما هديت أقنعوني إن ده مجرد هلاوس مني وإن كلامي كان صعب ولازم أعتذر لها. اتكسفت قدامهم ورحت اعتذرت لها. وفجأة سامي جوزها جه ومنار جريت عليه وهي بتعيط وخدها ومشي. بعدها أصحابي قالولي لازم أروح بيتها واعتذر لها كويس، يمكن أعصابي تعبانة. اتصلت بيها ردت عليا بزعل وأنا فضلت أعتذر لها وأقول لها أنا أسف، هجيلك بنفسي، أنا مش طبيعية النهاردة. ادتني العنوان ورحت. العمارة كانت في مصر الجديدة. خبطت منار فتحت، شكلها كان هادي وزي القمر. قالت لي اتفضلي يا مروة. دخلت وقعدت في الصالون. بعد شوية سامي جه، راجل محترم وبيتكلم بذوق يخوف. ومن كتر هدوءه حكيت لهم كل اللي حصل واتأسفت لهم. سامي أصر إن لازم أشرب حاجة قبل ما أمشي. دخل ونادى منار وفجأة سمعت صوت خبط وزعيق، حد بيتألم. ناديت محدش بيرد عليا وصوت منار عمال يصرخ. قلبي وقع مني بس دخلت أدور عليهم ملقتش حد. سمعت منار بتقولي تعالي يا مروة أنا في الأوضة تعالي. أول ما دخلت الأوضة النور اتقطع عليا والصوت سكت. فتحت كشاف موبايلي بسرعة لكن مفيش حد ولا في صوت ولا في نفس. وفجأة النور جه ولقيت الشقة فاضية، ولا عفش ولا ستارة، والدنيا مهجورة والحيطان كانت مشققة. جريت برا على الصالة من الخوف. فجأة لقيت تابوتين في نص الصالة، معرفش ايه اللي خلاني ابص عليهم، بس لقيت منار متكفنة هي وسامي في كل واحد، وشهم بس اللي كان باين. صرخت وجريت برا الشقة. وانا نازلة على السلالم كل دور كان فيه جثث مرمية على الارض، ناس ميتة وعيونها مفتحة. وصلت لباب العمارة بالعافية ولسه هفتح الباب اتقفل عليا لوحده. بصيت ورايا فجأة لقيت الجثث كلها بتقرب مني والحيطان كلها بتنزل دم. فضلت أصرخ لحد ما وقعت مغمى عليا. فجأة فتحت عيني لقيت نفسي في بيت منار، نايمة على السرير ومنار وسامي واقفين جنبي عاديين خالص. منار قالت لي اهدي يا مروة، انت فضلتي تصرخي وتجري لحد باب العمارة والجيران كلها نزلوا يشوفوا فيه ايه وبعدين اغمى عليكي. انا كنت مرعوبة وفضلت اعيط واقول لهم انا بيتهيألي حاجات، انا اسفة هقوم امشي. سامي قال لي لا ما ينفعش تمشي وانت كده، احنا اللي هنوصلك. نزلت معاهم ومنار ماسكة ايدي وبتطبطب عليا وسامي بيفتح باب العربية. فجأة تليفوني رن، كانت سارة صاحبتي بتسألني يا مروة انت فين، ما جيتيش التمرين ليه؟ قلت لها كنت عند منار، هحكي لك لما اجي. سارة قالت لي الجملة اللي جمدت قلبي. منار؟ منار ايه؟ منار وسامي معانا هنا في النادي بقالهم ساعتين. ببص عليهم ما لقيتهمش، ببص على العمارة لقيتها بترجع لشكلها المهجور والدم نازل في كل حتة والحيطان عمالة تشقق. ولقيت منار وسامي مربوطين بحبلين ومشنوقين على باب العمارة. صرخت وطلعت أجري. لو عايزين تعرفوا باقي حكايتي استنوني في حكايات هنوش.